لو أعراض البريمينوبوز مأثرة على نومك ومزاجك وحياتك كلها، في طرق طبيعية وآمنة تقدر تساعد جسمك يتوازن. في الفيديو اللي فات عرفنا يعني ايه بريمينوبوز ومينوبوز، وأحب أوضح إن الأعراض اللي قلناها هي نفسها في المرحلتين، إلا إنها بتبدأ بالتدريج من أول البريمينوبوز مرورا بالبريمينوبوز لحد ما نوصل للمينوبوز. والجميل في الموضوع إننا ممكن بتغيير اللايف ستايل بتاعنا نأجل تطور الأعراض دي ونقللها جدا، بحيث نتخطى المرحلة دي ونحافظ على جسمنا وطاقتنا. النهاردة هنتكلم عن ازاي نخفف الأعراض بخطوات بسيطة في نمط النوم والأكل والحركة وبعض الأعشاب المدروسة علميا. أولا، النوم الجيد. ما تستغربيش لو قلتلك إن النوم الجيد من 7 ل 8 ساعات يوميا في المرحلة دي مش رفاهية بل ضرورة لضبط الهرمونات في الجسم، لأن منظومة الهرمونات مرتبطة ببعضها. مش بس الاستروجين والبروجستيرون هم اللي بيتلخبطوا، ولكن هرمون التوتر الوحش الشهير وهو الكورتيزون كمان بيزيد، وهو اللي بيسبب كتير من الأعراض زي تجمع الدهون في منطقة البطن اللي بيسموها البيلي فات، واللي أكيد بتمثل مشكلة كبيرة عند السيدات. كمان في دراسات حديثة وجدوا إن قلة النوم بتقلل هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع، وتزود هرمون الكيرلين وهو هرمون الجوع، وده اللي بيزود الشهية، خاصة لما تبدأ مرحلة البيريمينوبوز اللي فيها التوازن الهرموني في الجسم بيبقى حساس جدا. والجراف ده بيبين العلاقة بين قلة النوم ولخبطة الهرمونين دول. قلة النوم مش بس بتأثر على التمثيل الغذائي أو الميتابوليزم وبتزود تخزين الدهون، لا دي كمان بتأثر على نوعية الوزن المفقود. ففي دراسة هسيب اللينك بتاعها في البايو تم نشرها عام 2022 كان فيها مجموعتين من النساء، كل كان بياخد نفس الدايت ونفس السعرات، لكن مجموعة كانت بتنام 8 ساعات ونص يوميا والمجموعة التانية كانت بتنام 5 ساعات ونص يوميا طول فترة الدراسة. وجدوا ان المجموعتين فقدوا وزن، بس المجموعة اللي نومها 8 ساعات فقدت دهون، بينما المجموعة اللي نومها 5 ساعات فقدت عضل. وده بيبين دور النوم الجيد وانه اهم عامل للحفاظ على الكتلة العضلية، يمكن يكون اهم من التمرين اصلا، بالاضافة انه بيحسن المزاج والتركيز اللي بيتأثروا بنقص الاستروجين والبروجستيرون زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. ثانيا، التغذية. الأكل هو الأساس اللي الجسم بيبني عليه التوازن بتاعه، ومش هبالغ لو قلت إن ممكن يكون الأكل أو التغذية هو العلاج لكل الأمراض. في المرحلة دي ركزي على الآتي: 1. بروتين كفاية في كل وجبة. جسمك محتاج من 1 ل 1.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنك المثالي. يعني لو وزنك المثالي 70 كيلو جرام يبقى محتاجة حوالي 80 جرام بروتين، ولو بتلعبي تمارين مقاومة ممكن نوصل ل 100 أو 120 جرام بروتين صافي. ونركز يا ست الكل، قطعة لحم 100 جرام فيها حوالي من 20 ل 30 جرام بروتين صافي. وفي برامج كتير بتحسب لنا، ابليكيشن كتير بيحسب لنا كمية البروتين اللي موجودة في كل وجبة. نهتم بالهاي كواليتي بروتين زي البيض، منتجات الألبان، اللحوم البقري، الأسماك والدواجن. ولو هناكل بروتين نباتي يبقى نعمل ميكس من الحبوب علشان يحتوي على معظم الأحماض الأمينية اللي جسمنا بيحتاجها. البروتين مهم جدا علشان يحافظ على العضلات ويزود الإحساس بالشبع أو الساتايتي، ويساعد على ثبات نسبة سكر الدم ما يخليهاش تبقى متذبذبة. 2. خضار وفاكهة متنوعة. طبق سلطة فيه 4 أو 5 ألوان مرتين في اليوم على الأقل علشان مضادات الأكسدة وتقليل مسببات الالتهاب. 3. مصادر كالسيوم وفيتامين دي زي الزبادي والسردين والسمسم والبيض لحماية العظام. 4. بريبايوتكس وبروبايوتكس. بريبايوتكس زي الأطعمة الغنية بالألياف زي الخضروات الورقية، وبروبايوتكس زي الزبادي ومخمر الكرنب أو الساور كراوت علشان نظبط الجات مايكروبيوم واللي بتتأثر بنقص الاستروجين. ثالثا، الرياضة.
الإنسان بصفة عامة سواء رجل أو امرأة من منتصف الثلاثينات بيبدأ يفقد من 1 ل 2% من عضلاته كل 10 سنوات لو غير ممارس للرياضة، وبعد سن 60 بيوصل ل 3% سنويا. لكن الستات من منتصف الثلاثينات نسبة فقد الكتلة العضلية بتبقى أعلى، قد تصل ل 10% في بعض الأماكن زي أعلى الذراعين في أواخر البيريمينوبوز، وده بسبب نقص الاستروجين المسؤول عن إنتاج الكولاجين. وبالتالي الحركة مش رفاهية خالص في المرحلة دي أساسية. هنعمل الآتي: 1. مشي منتظم حتى 30 دقيقة يوميا يساعد في تحسين المزاج ويساعد على النوم. 2. تمارين مقاومة مرتين في الأسبوع بأوزان أو مقاومة مطاطية أو بوزن الجسم. الريزيستنت باندز أو أساتك المقاومة تحملها أخف على المفاصل من الأوزان. خدي بالك، مش مطلوب رياضة عنيفة زي الهيت أو الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، لأنها ممكن تزود الاسترس وترفع الكورتيزول وتجيب نتيجة عكسية وتزود الوزن أكتر. تمارين مهمة لللور بادي: السكواتس واللونجز والجلوت بريدجز. للأبر بادي: البوش أبس والروز والشولدر بريسز. وللكور: البلانكس والديد ليفتس. التمارين دي ممكن تعمليها في الجيم أو في البيت، في فيديوهات ياما ممكن تستعيني بيها. فوائد تمارين المقاومة في المرحلة دي: 1. حفاظ على الكتلة العضلية وتقليل خطر الساركوبينيا أو فقدان العضلات اللي قلنا عليها. زيادة كثافة العظام وتقليل خطر هشاشة العظام والكسور. تحسين التوازن والمرونة لتقليل خطر السقوط. دعم الأيض أو الميتابوليزم بيساعد على التحكم في الوزن. تحسين المزاج والنوم عن طريق تنظيم الهرمونات. بعض التبس خدي بالك منها: ابدأي ب2 أو 3 في الأسبوع مع يوم راحة بين الجلسات. استخدمي أوزان خفيفة أو ربطة مطاطية وزيدي تدريجيا. ركزي على الحركات المركبة مثل القرفصاء والضغط لأنها بتشغل أكبر مجموعة عضلية. ما تنسيش التسخين أو الإحماء قبل التمرين والتمدد أو الاستريتشنج بعده. كمان في تمرين مهم جدا لتقوية عضلات الحوض والكور عشان يساعدنا نتغلب على ضعف العضلات واللي ممكن يسبب سلس البول اللي احنا قلنا عليه قبل كده. التمرين اسمه الكيجل اكسرسايز، وزي ما بنشوف في الفيديو بتنامي على ظهرك مع ثاني الركبتين وتطلعي بالجلوتس مع شد الجذع وتثبتي 4 أو 5 ثواني وبتنزلي تاني. وهسيب لينك في وصف الفيديو لدكتورة علاج طبيعي شهيرة بتشرح التمرين بالتفصيل. رابعا، الأعشاب. بلاك كوهوش موجود على شكل حبوب وهو عشب قوي جدا، لكن أفضل يتاخد تحت إشراف طبي علشان في دراسات قالت إنه ممكن يعمل براديكارديا أو بطء في ضربات القلب، ومع إنها حالات فردية هنضعها في عين الاعتبار. الأعشاب الآمنة والمدروسة: 1. الصويا ومشتقاتها، مصدر طبيعي للفايتو استروجينز، تخفف الهبات الساخنة وتقلبات المزاج وتدعم صحة العظام والقلب، ولا تزيد من خطر السرطان، بل قد يكون لها تأثير وقائي عند الاعتدال في تناولها حسب آخر الدراسات. 2. بذور الكتان غنية بالليجنانس والأوميجا 3، بتحسن الهضم وتقلل الكوليسترول، وممكن ناخد منها معلقة صغيرة مطحونة كل يوم على السلطة أو كوب زبادي، ونشرب وراها مية كتير، ونأكد إنها لازم تبقى مطحونة عشان نستفيد بيها. 3. بذور الشيا غنية بالألياف وأوميجا 3 والمغنيسيوم، وبتساعد على ثبات مستوى سكر الدم وثبات الوزن وتحسين الهضم، ودي بناخد منها معلقة أو 2 يوميا بعد نقعها في الماء أو نعمل بيها بودنج مع زبادي وفاكهة، بتكون وجبة مشبعة وممتازة. مشروبات مفيدة: البردقوش، المريمية والبابونج. كوب واحد يوميا، بنضع معلقة صغيرة من أي واحد فيهم على كوب ماء مغلي ويشرب قبل النوم بالتبادل، كل يوم حاجة واحدة منهم، أو نعمل كوكتيل نص معلقة من ال3 أعشاب دول على كوب ماء مغلي يوميا، نص معلقة صغيرة. طبعا لو بتاخدي أدوية أو مميعات دم لازم استشارة طبية قبل أي حاجة، حتى المشروبات. في كمان زيت مشهور وهو زيت زهرة الربيع المسائية أو الإيفلينج برايمروز، يستخدم أحيانا لتخفيف أعراض البيريمينوبوز والمينوبوز. جرعته من 500 ملغ ل 1000 ملغ يوميا لفترات قصيرة من 3 ل 6 شهور مع تقييم دوري للحالة. لازم نعرف إن مش كل الأعشاب هتنفع لكل الناس، ولو الأعراض شديدة ومؤثرة على حياتك مهم نراجع الطبيب لتقييم الحالة. في الفيديو الجاي هنتكلم عن المكملات الغذائية والفيتامينز اللي بنحتاجها في الفترة دي،
والعلاج الهرموني البديل امتى يكون مفيد وامتى لا، وكمان بعض الاخطاء اللي ممكن نكون بنعملها في يومنا وبتزود الاعراض من غير ما نقصد. لو الفيديو فادك اعملي اشتراك وشاركيه مع ست محتاجاه، وقوليلي في التعليقات ايه المعلومة الجديدة بالنسبة لك. اشوفكم على خير ودمتم بصحة وشباب متكامل.